الاهلي ما يتعلمش اي حاجه من درس سموحه فيسقط في امتحان انبي، والوقت يغفلنا وما نفوقش الا بعد صفارة الحكم على التعادل الثالث في الدور الاول، ونوصل للرقم 6 في عدد النقط اللي ضيعناها لحد دلوقتي. دخل الاهلي ماتش انبي بخطة اللعب المعتادة وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى اوليفر اكرامي، 4 في خط الدفاع سعد سمير ومحمد نجيب قلبين دفاع، على يمينهم محمد هاني وعلى شمالهم حسين السيد. 2 في وسط الملعب المسمار حسام عاشور والجوكر احمد فتحي، قدامهم 3 في القلب المدفعجي عبد الله السعيد، على يمينه ميدو جابر وعلى شماله مؤمن زكريا، تحت مهاجم وحيد مروان محسن. شوط اول ولا اسوأ من الاهلي، تقريبا الحاجه الوحيده اللي كانت بتدل ان ده الاهلي ودي لعبته هو لون التيشيرت وشعار النادي. شوط ما فيهوش حاجات كتير من ريحه وطعم الاهلي، ما فيهوش دفاع ولا هجوم ولا حتى الروح المعروف بيها لعيبتنا، باستثناء بعض اللعيبه زي احمد فتحي وسعد سمير. في المقابل انبي عمل شوط اول ولا اروع، خد منه كل اللي هو عاوزه، عرفوا يضغطوا علينا وما سابوش مساحات للاعيبتنا يتحركوا فيها، ومسكوا كوره وكانوا بينقلوا براحتهم في اي وقت واي مكان في الملعب، وعرفوا ياخدوا الاستحواذ من الاهلي على فترات، والوقت اللي حبوا يقفلوا فيه مناطقهم الدفاعيه عرفوا ينفذوها كويس. الشوط الاول كان متقسم ل3 فترات. الفتره الاولى من اول دقيقه والاهلي ما كانش ليه اي تواجد في نص ملعب انبي، والوقت ده كان عباره عن هجوم من انبي ودفاع من الاهلي، وكانوا بيعدوا بكل سهوله من على الاطراف ويعملوا عرضيات نغلط في التعامل معاها ونديهم الكره على خط الجول وهم ما يستغلوش الفرص ويضيعوها. الفتره الثانيه كانت من الدقيقه الثامنه، وفيها بدانا نقف على الكوره ونحاول نخليها معانا لاطول فتره ممكنه عشان نقلل الضغط الهجومي اللي عامله لعيبه انبي علينا، وواحده واحده بقينا موجودين في نص ملعب انبي بس برضه من غير اي خطوره عليهم. اما الفتره الثالثه كانت من الدقيقه 30، كابتن طارق العشري سحب لعيبته كلها للتلت الدفاعي الاخير من الملعب وبدا يلعب على المرتدات، وحرم لعيبه الاهلي من الدخول لمنطقه جزاء انبي، وما كانش بيلاقي لعيبه الاهلي اي حل للوصول للجول غير التسديد. اتحسن اداء الاهلي نسبيا في الشوط الثاني في كل حاجه. في الانتشار لعيبه الاهلي بقوا متوزعين وواقفين كويس في الملعب، وبعد ما كانت اي كوره بتترد من اي لاعب في اي حته كانت بتلاقي لاعب من انبي، بقينا احنا اللي بناخد الكره الثانيه. وفي الضغط بعد ما كنا بنقابل لعيبه انبي عند خط نص الملعب وسايبين لهم حريه الحركه وبناء الهجمه، بقينا بنعمل ضغط عالي وجماعي ومنظم، وخليناهم مش قادرين يخرجوا بالكره من نص ملعبهم الا عن طريق الكرات العاليه. وبعد ما كان في ثبات في اماكن اللعيبه بدانا نشوف تغيير في المراكز، وكنا بنلاقي عبد الله السعيد بيتحرك في اليمين والشمال، ووليد بيدخل في العمق وجوه منطقه الجزاء، وفتحي شغل الجبهه اليمين وعمل منها اكتر من عرضيه خطيره، بس للاسف كل ده كان متاخر. طبعا انا وكل الاهلاويه زعلانين على النتيجه واننا ضيعنا نقطتين مهمين جدا في سباق الدوري، بس تعالوا نتكلم بواقعيه ونفتكر اداء الاهلي في الماتش، هنلاقي ان هم كانوا الاكتر في المحاوله على الجول وفرصهم كانت الاخطر، واننا ما قدمناش اللي نستاهل عليه الفوز، واعدل نتيجه هي التعادل. وعلى فكره انبي ما ظهرش بالشكل الجيد اللي هو لعب بيه عشان قوته، لا، ولكن الاهلي هو اللي اداله الجرأة والمساحة ان كل لاعب من انبي يطلع اللي عنده، والدليل اننا لما لعبنا باسلوبنا وطريقتنا ما قدروش يوصلوا لاكرامي الا في هجمة وحيدة، وكنا احنا اللي ماسكين كورة ومستحوذين بس بشكل ما يتناسبش مع حجم الفرص اللي جات لنا، لاننا رحنا على الجول قليل قوي. الاهلي كان عنده مشكلتين هم اللي خلصوا علينا في ماتش انبي، الاولى وهي نص الملعب، لان فتحي وعاشور ميولهم دفاعيه اكتر وحلولهم الهجوميه قليله، واغلب باصاتهم كانت بالعرض ومعروفه، وما كناش بنعمل اي باص مفاجئ لدفاع انبي. وضيف لكده ان عبد الله السعيد المسؤول عن ربط الخطوط ببعضها كان مستواه قليل في الماتش، وكان عاجز تماما انه يقف على الكره ويوصل لعيبه للجول، وبان انه مش قادر يساعد نفسه ولا يساعد الفريق. اما الثانيه هي الاطراف، الاهلي كان بيلعب بجناحين مشلولين ملهمش اي وجود هجومي الا في الانطلاقات اللي كان بيعملها محمد هاني على فترات، وعشان كده كان انسب وصف لحالتنا هو اننا كنا متكتفين هجوميا. عملنا 3 تغييرات في ماتش انبي. التغيير الاول خرج ميدو جابر ودخل وليد سليمان، لان كان واضح ان مفيش اي تفاهم بين هاني وميدو جابر وبين مؤمن وحسين السيد، والتغيير ده شغل الجبهه اليمين وفضلت الجبهه الشمال من اول الماتش لحد اخره في الانعاش. التغيير الثاني خرج محمد هاني ودخل الكابيتانو
عشان يكون في حد اللعيبه تقدر تسند عليه وينزل ياخد الكره من تحت ويوصلها للتلت الهجومي ويخفف الضغط على السعيد. اما التغيير الثالث خرج مؤمن ودخل عماد متعب في وقت متاخر جدا، ونزول متعب في التوقيت ده ملوش غير تفسير من اتنين: يا الكابتن حسام البدري منزله عشان يرضيه ويقول له اهو انت بتشارك، يا اما بيلعب على نقطه الحظ على امل انها تمشي معاه ويجيب جول. في ماتش سموحة ربنا سترها معانا وقدرنا نخطف جول و3 نقط في الوقت بدل الضايع، ومع انبي كنا مستنيين انها تتكرر تاني، بس مش كل مرة هتسلم الجرة، وكان لازم ناخد قرصة ودن عشان نفوق من تاني ونعرف اننا داخلين على معركتين، الاولى مع المصري والتانية مع الزمالك، واهم حاجة اننا ننهي الدور الاول باكبر فرق من النقط مع كل اللي تحتنا في الجدول، لان ده هيفرق معانا كتير في الدور التاني وفي مشوار الدوري. لقطة الاسبوع كانت في ماتش الزمالك وبتروجيت، 2 لعيبة من الزمالك في نفس الوقت، واحد بيلعب الكرة اوت والتاني بيلعبها رمي التماس، يعني ممكن نشوف بعد كده واحد بيلعب الكرة بنالتي وزميله واقف جنبه بيلعبها ضربة جزاء، ومن نادي العجايب لسه ياما هنشوف. ابعد عن حيحة. ابعد عن حيحة، ابعد عن حيحة، حاجة تقلق. كل مرة اقول ابعد عن حيحة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير في الخير، واشوفكم الحلقة الجاية.